أهلا بكم. اليوم سنحضر معا كنافة كرسبي، لمسة عصرية، وصفة سهلة وسريعة لتحضير الكنافة بطريقة مبتكرة، مثالية لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. لنبدأ بالمكونات. للكنافة نحتاج إلى كنافة شعر جاهزة، زبدة مذابة، سكر بودرة، وقرفة مطحونة. للحشوة سنستخدم جبنة كريمية بدرجة حرارة الغرفة، سكر بودرة، فانيليا سائلة، ويمكن إضافة قطع فواكه طازجة مثل الفراولة أو التيت. ولتحضير الشيره أو القطر نحتاج إلى سكر، ماء، عصير ليمون، وماء ورد. أولاً نحضر الشيرة. في قدر صغير نخلط السكر والماء ونضعه على نار متوسطة حتى يغلي ويذوب السكر تماماً. ثم نضيف عصير الليمون وماء الورد ونتركه يغلي قليلاً حتى يتماسك. الآن نحضر الكنافة. نفتت الكنافة الشعر باليد ونضيف الزبدة المذابة والسكر البودرة والقرفة. نخلط المكونات جيداً حتى تتغلف الكنافة بالكامل. نحضر الحشوة بخفق الجبنة الكريمية مع السكر البودرة والفانيليا حتى يصبح الخليط ناعماً وكريمياً. الآن نبدأ بتجميع الكنافة. نضع طبقة رقيقة من الكنافة في قاع قوالب الكب كيك، ثم نضيف طبقة من خليط الجبنة الكريمية وقطع الفواكه إذا أردنا. ثم نغطيها بطبقة أخرى من الكنافة. نخبز الكنافة في فرن مسخن مسبقا حتى يصبح لونها ذهبي شي. بعد إخراج الكنافة من الفرن نسكب الشيرة الباردة بالتساوي على الوجه ونتركها لتتشرب الشيرة لبضع دقائق. أخيرا نزين الكنافة بالفستق الحلبي المطحون ونقدمها دافئة أو باردة. أتمنى أن تكون هذه الوصفة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم.